صباحكن يا رب. اليوم مثل ما وعدتكن رح شارككن وصفة المعمول الشامي على الأصول. العيار اللي رح أعمله اليوم هو عبارة عن كيلين ونص، كيلين من طحين الزيرو ونص كيلو من طحين الفرخة اللي هو عبارة عن سميد ناعم كتير بيكون خاص بالحلويات. هذا هو طحين الفرخة، هذا هو الطحين الزيرو اللي بنستعمله بأوروبا، الصبايا الموجودين بألمانيا، هذا الخاص بالحلويات. المهم كمية الدهون تكون نصف كمية الطحين. هون عندي كيلو 150 جرام من السمنة، 400 جرام سكر، و100 جرام زيت النباتي. ليش الزيت؟ لأنه بيعطي حتحة للمعمول كتير ظريف. وكاسة شاي قطر، وكاسة كبيرة مي، ممكن احتاج أكتر لنشوف هلأ كيف. الفكرة أنه هاي المي مدوب فيها تقريبا قد نص عقدة إصبع خميرة، يعني شقفة صغيرة لا تذكر، بس هيك كانت ستي تعمل. واليوم ماما الله يبارك لي بعمرها يا رب هي اللي عم تساعدني بالوصفة، ورح نعملها على طريقة ستي، الطريقة الشامية الأصلية واللي كان الكل يمدح فيها. يعني وصفة ستي بالمعمول ما لا يعلى عليها أبدا. الله يرحمها ويرحم أمواتنا جميعا يا رب. المهم المقادير كلها رح أكتب لكم إياها بصندوق الوصف، انتوا بتزيدوا بتنقصوا على حسب رغبتكم. المهم تلتزموا بالعيار. دائما كمية الدهون رح تكون نصف كمية الطحين. رح حط هون الطحين أول شي، طحين الزيرو والفرخة، وأخلطهم مع بعض بهذا الشكل. وكمية السكر بالنسبة لإلي كتير مناسبة، يعني ما بيطلع المعمول كتير حلو بلعن نفس، لا كميته موزونة وعلى أصول. انتوا إذا حبيتوا تضيفوا لأنه بتحبوا السكر مثلا زيادة فيكن تزودوا شوي. هلأ هون أنا دوبت السمنة تدويب فقط، ما لازم تحمى، وحطيتها فوق الطحين وضفت عليهم الزيت. وهلأ رح نبلش نبس الطحين مع السمنة. لازم تتبلغ كل حبة طحين الدهون. بنفركه بهاي الطريقة، انتبهوا مو عجن، نحن ما بدنا نعجنه عجن، رح نفركه بهاي الطريقة. وبهذا الشكل ضليت على هاي الحالة لشرب الطحين كل كمية الدهون الموجودة عنا. بهاي المرحلة بتضيفوا السكر. وين راح عندي المقطع ما بعرف، لا تسألوني. المهم انتوا بتضيفوا السكر بهاي المرحلة وبتضلوا بتفركوا لحتى يشرب الطحين كل كمية الدهون ويدوب معنا السكر. بعدين هلأ بنخلي العجينة على جنب ترتاح، وفينا نحطها بالبراد. لو بدكم تحطوها يوم كامل ما بيأثر. هلأ أنا تقريبا حطيتها عندي شي 9 ساعات بالبراد. رح غطيها كتير منيح بالستريتش وحطها بالبراد لحتى ما تاخد شي طعمة تانية وما تنشف معنا. فمنغطيها كتير منيح بهاي الطريقة وبنريحها. أهم شي إنه لازم نريحها للعجينة، وكل ما ارتاحت أكتر كل ما بيكون أفضل. مثل ما قلت لكم أنا تقريبا ريحتها شي 9 ساعات لبين ما اشتغلت فيها. وبهذا الوقت اللي بدها ترتاح فيه العجينة فينا نجهز الحشوة. وأنا كمان جهزت الإفطار، تعرفوا كان رمضان. الفيديو تأخر شوي بس الوقت برمضان كان جدا صعب، وخصوصي مع وجود طفل، الله يحميه يا رب ويحميكم أولادكم جميعا. فالوقت جدا ضيق وصعب برمضان.
أما بالنسبة للحشوات فهذا ذوق شخصي، كل واحد وذوقه وقدرته بالنهاية طبعًا. هلأ بالشام نحن أكتر شي مشهور عنا الفستق والعجوة التمر، وفي ناس بتعمل بالنانرج، في ناس بالراحة، بالجوز، يعني حشوات كتير. لكن بالنسبة إلي رح أعمل تمر وفستق. هون عندي التمر شايلة منه البذر ومنضفته وبدي أطحنه. وهلأ صارت عندي العجوة جاهزة، رح أحط لها معلقة كبيرة ممسوحة من الهيل المطحون، أنا حسيتهم كمان شوي كتار شلت منهم شوي، ورح أحط لها معلقة كبيرة مليانة من السمنة. نحن بنستخدم سمنة البقر الحلوب من أيام ستي لليوم ما متغيرة، دائما الحلويات هاي أطيب شي. السمنة بتعطيها طعمة كتير طيبة للعجوة وبتعطيها طراوة بنفس الوقت، والهيل بيعطيها نكهة كتير طيبة. هلأ في ناس بتحب تضيف قرفة، بس بالنسبة لنا متعودين من زمان بنضيف هيل، عن جد كتير بيعطيها نكهة طيبة للعجوة. وهلأ رح جهز حشوة الفستق. عندي هون الفستق رح أطحنه وجهزه، وبعدين بنشوف شو رح نضيف عليه. هلأ بالنسبة للفستق صار جاهز، رح أضيف عليه معلقتين كبار من السكر البودرة، وكمان معلقتين كبار من الماء زهر، كمان بيعطيه نكهة كتير طيبة للفستق، ونص كاسة شاي أكتر بشوي يعني من القطر. ورح نخلطهم كتير منيح مع بعضهم. هلأ شلت المعلقة على جنب وبلشت أخلطهم بإيدي هيك أفضل مشان يخلطوا كتير منيح المكونات مع بعضهم. وهلأ بعد ما فطرنا وخلصنا، الله يتقبل صيامنا وصيامكم يا رب، طلعنا هالعجينة من البراد. طبعا هي جمدانة لأنه فيها سمنة، فالسمنة جمدانة فبدها تعذبنا شوي أول شي لبين ما تطرى. ما تخافوا أبدا من هذا المنظر، هلأ رح نطريها ونحط لها بعدين المي. بهاي المرحلة فيكن تعجنوا تمام، بس بعد ما تحطوا المي ممنوع العجن. خليني طريها وارجع لكم. وهي بعد 10 سنين بعد ما طريت معنا العجينة، عم بمزح. المهم أخدت شوية وقت لبين ما طريت العجينة ورجعت تماسكت. راح ضيف عليها القطر والمي. أنا كنت مجهزة كاسة ونص من المي، بس ما أخدت معي العجينة إلا كاسة واحدة، وكاسة شاي قطر. القطر كمان بيعطيه
قرشة وبيعطيه اللون الحلو للمعمول، لا تستغنوا عنه أبداً. شايفين ما شاء الله هلأ بعد ما طريت العجينة وصارت تمام رح ضيف القطر. وهلأ رح ضيف المي اللي حاطة فيها شقفة الخميرة، يعني شقفة لا تُذكر بصراحة، بس هيك أمي قالت لي إنه هيك ستي كانت تعمل، فلازم نعمل مثلها. أيوة، لأنه طريقة أم حسن الله يرحمها لا يُعلى عليها بصراحة. انتبهوا بهاي المرحلة ما لازم تعجنوا، لازم نبلع العجينة المي تبليع، فمنقلبها تقليب بهذا الشكل فقط بس لحتى تشرب العجينة المي بتكون خالصة وجاهزة معنا. شايفين هلأ منضل عم نقلب بهذا الشكل لحتى تشرب العجينة كل السوائل. مثل ما قلت لكم أنا احتاجت معي كاسة مي فقط، وضليت عم قلبها لشربت كل السوائل. متى ما شربت وغبت السوائل خلص ما عاد نحركها ولا عاد نقلبها. وفينا هون بهي المرحلة نريحها 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، ما في مشكلة. بنخليها عجنة بترتاح وبعدين بنبلش شغلنا. وهاي العجينة بعد ما شربت كل السوائل، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. بنجرب هيك شقفة. طالما بلشت تلف معنا فهي ما عادت بحاجة لأي شي أبدا، بنريحها شوي ومنبلش فيها شغل. وهاي العجينة بعد ما ارتاحت معنا ما شاء الله تبارك الرحمن طلعت بتاخد العقل. هلأ منشيل منها شوي شوي على حسب ما بدنا نشتغل فيها، وبنترك الباقي على جنب. وهلأ بنبلش بالشغل. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن العجينة بتاخد العقل. أنا الفستق جهزته كمان كرات بهذا الشكل لسهولة الشغل مثل العجوة. وهلأ على القالب، انتم ما تعملوا كمية كبيرة وتتركوها على جنب وبعدين تحطوها بالقالب لأنه بتنشف العجينة، فحاولوا أول بأول تدقوها بالقالب. يعني لو بتجمعوا شوي وبعدين بتدقوهم يعني مو مشكلة، بس مو كل الكمية لأنه بتنشف العجينة. وانتو حرين بالقالب اللي بتستخدموه، كمان هذا ذوق شخصي. بس الفستق هيك متعودين نعمله نحن سبحان الله، يعني بلاقيه أحلى شكل للفستق. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن بهذا الشكل. وهي رح أعمل معكم واحد تاني بهذا الشكل. أما بالنسبة للعجوة فحبيت استخدم هذا القالب، أسهل بصراحة من القالب الخشب، وحلو بنفس الوقت، وكتير سهل الشغل فيه. بعد ما جهزنا كم صينية حميت الفرن تقريبا نص ساعة من فوق ومن تحت على أعلى درجة حرارة 250. وبالنسبة لهاي الصواني أنا بحطها على الطبقة الأخيرة من تحت لأنه هيك بتطلع الحرارة موزعة من فوق ومن تحت نفس الشي، وبتطلع الشوية كتير تمام. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن هيك لياخد هذا اللون الأحمر الزهري الخفيف ونطلعه. وهلأ العجوة بهذا الصاج تبع الفرن رح حطها بالطبقة قبل الأخيرة، كمان بيطلع الشوي كتير معدل. وهيك ما شاء الله تبارك الرحمن خلصت العجوة كمان،
والريحة ما بقدر أوصفلكن الله. وهي فعلا ريحة العيد وبهجة العيد. ونحن كمغتربين بصراحة ما في شي هيك بيبهجنا بالعيد غير إنه نحن نعمل بإيدينا، نزين بيوتنا، نعمل المعمول، لحتى هيك نتذكر شوي من أيام زمان ونحس فعلا ببهجة العيد. وهلأ معمولاتي صاروا جاهزين، وكل سنة وانتو سالمين يا رب، وبينعاد عليكم سنين طويلة وانتو وأحبابكم بأتم الصحة والعافية يا رب، وينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات، وتكونوا انتو واللي بتحبوهم بألف ألف خير يا رب. ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني شو بدي أوصف لكم، في شي ما بينحكى، في شي صعب إنه ينوصف، الريحة ولا الطعمة ولا، فعلا رجعتني لأيام زمان. يعني شو بدي لكم، شي خيال. يا ريت فيني دوقكم كلكم، والله يا ريت يا ريت، أحب على قلبي لو تذوقوا هاي النكهة. يعني المعمول طري وبنفس الوقت عم يحت، ما شاء الله تبارك الرحمن، شي بياخد العقل. هاي الفستق وهاي العجوة أو التمر، ما شاء الله ما شاء الله. يعني في شي ما بينوصف، في شي صعب الكلام يشرحه، لازم تذوقوا. يا ريت فيني دوقكم انتو الكل. شوفوا ما شاء الله كيف عم يفتفت وبنفس الوقت متماسك، يعني شي صعب ينشرح، بيدوب بالتم ذوبان.